السلام عليكم حبايب قلبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير وبصحه دايما يا رب. وحشتوني جدا، بقالي كام يوم كده ما نزلتش الفيديو. عارفه ان في ناس كتير مستنيه ان احنا نكمل مع بعض كده سلسله التنظيفات العميقه، فيعني حقكم عليا اعذروني. واحنا كده بنتكلم مع بعض ان شاء الله هقول لكم سبب التاخير ايه. المهم في البدايه كده حابه ارحب بكل المشتركين الجداد الامارات اللي دخلوا منوروني في القناه، وبرحب طبعا بحبايب قلبي المخلصين الموجودين معايا دايما. واكيد لو اول مره بتشوفي قناتي وعجبتك ما تنسيش تعملي اشتراك في القناه علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. ويلا كده بينا على طول نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده برضو ان شاء الله باذن الله هنعمل كده شويه تنظيفات عميقه جدا، يعني هتقومي كده تتشجعي بعد ما تتفرجي على الفيديو وتنجزي ان شاء الله كده بكل اللي وراكي، وتخلصي كده الحاجات اللي انت محتاجه ان انت تخلصيها، بس حاسه كده ان انت محتاجه دفعه. ان شاء الله كده اديكوا الدفعه دي وتنجزوا باذن الله كل اللي وراكم. النهارده هنعمل ان شاء الله تنظيفات عميقه جدا جدا جدا، وصوان ورغاوي وشقلباظات كده في غرفه الاطفال. بس قبل ما ادخل كده على غرفه الاطفال حبيت الاول كده ان انا يعني انشر. كنت حاطه كده دوره غسيل وخدتها كده على طول على البلكونه، قلت انشرها الاول على اساس عقبال يعني ما اخلص الحاجات اللي انا هعملها يكون الغسيل ده نشف. عايزه اقول لكم ان انا من الناس لما بيكون جوزي قاعد في البيت ما بعرفش اشتغل في البيت نهائي، بقعد جنبه. ما اعرفش في ناس كده زيي ولا يعني الموضوع ده كده عندي انا بس. يعني احمد كان اجازه كده الكام يوم اللي فاتوا دول، فما كنتش ابدا عارفه لا اصور ولا امنتج ولا انزل فيديوهات ولا اعمل اي حاجه. يعني بعمل لهم بقى اكل حلوه، باباهم طبعا موجود. وانا قلت مليون مره قبل كده ان احمد شغال في السياحه فبيسافر كتير، وقليل جدا لما بيبقى قاعد يعني وبيبات معانا في البيت. فكان موجود طبعا الفتره دي، فما كنتش ابدا عارفه ان انا اصور، فاعذروني بالله عليكم حقكم عليا. واعتقد يعني ان في ناس كتير زيي ما بياخدوش راحتهم قوي في الشغل بتاع البيت والتنظيفات العميقه دي الا لما بيكونوا لوحدهم. فان شاء الله كده مكملين مع بعض. زي ما قلت لكم هنعمل كده غرفه الاطفال النهارده، ويعني هنحميها نديها كده شاور محترم، وبعد كده ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه نكمل كده بقيه التنظيفات اللي محتاجه ان انا ان شاء الله اعملها في قلب البيت. طيب زي ما انتم شايفين كده دخلت على المطبخ. كنت صراحه انا غسلت كل المواعين اللي موجوده عندي عشان افضل ان انا اعمل الغرفه زي ما بقول لكم كده. فخلصت كده المواعين كلها اللي كانت موجوده، وشطبت كمان المطبخ وعملت لهم الغدا وظبطت كده دنيتي. وبعد كده قلت بقى ادخل على الاوضه اعملها معاكم. طبعا انا غسلت معاكم مواعين كتير قوي، فقلت يعني نستغنى عن فقره المواعين النهارده ونشوف كده يعني الحاجات اللي اهم نصورها كده مع بعض، علشان في ناس كتير قوي بتبعت لي بتقول لي يا نورة لما بتعملي حاجات فيها تنظيفات عميقه وبتنزليها احنا بنشجع جدا 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 منك. والكلام ده بجد بيسعدني وبيبسطني، وبحس كده ان تعبي فعلا يعني بيكون بفايده وما بيروحش هدر. وده اكتر حاجه والله العظيم بجد بتشجعني ان انا اصور وانزل معاكم فيديوهات، ان انتوا حقيقي بتستفادوا من الفيديوهات دي. طيب خدتكم بقى كده على غرفة الأطفال. عايزة بس الأول كده أوريكم ده كده جهاز الكمبيوتر بتاعنا. عايزة أقول لكم إن جهاز الكمبيوتر ده اتركن تماما، ما بقوش ولادي يقعدوا عليه خالص 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 ولا بيجوا جنبه. طبعا يا إما قاعدين على الموبايلات يا إما على اللابتوب، فبقى موجود كده قطعة ديكور في الغرفة ملوش أي لازمة. فأنا اقترحت على أحمد إن هو يجيب لنا حد ويعمل لنا لشاشة الكمبيوتر ريسيفر، وفي كده زي كابلات كده بتيجي معينة علشان خاطر التوصيلات دي يعني تكمل وتبقى زي ما انتم شايفين كده عبارة عن تلفزيون. فجي حد فعلا وعمله لي، حول لي الكمبيوتر لشاشه تلفزيون. جبت له بس كده الريسيفر يعني، او هم يعني جابوا له الريسيفر الراجل اللي جه عمله واحمد. والسماعات الموجوده دي بتاعته اصلا كانت موجوده فيه. وعايزه اقول لكم من ساعتها وانا ولادي قاعدين في الاوضه ما بيخرجوش ابدا منها، يعني شاغل دايما وقتهم، شغل لهم بقى عليه التلفزيون، والريسبشن دايما بقى نظيف. واحنا كمان ساعات اوقات كتيره جدا بنقعد معاهم في الاوضه دي، بحكم ان الاوضه بتاعت الاطفال دي هي اللي فيها تكييف، فمعظم وقتنا قاعدين يعني الحمد لله الاوضه ما بقاش فيها ولا زهق ولا ملل. بنشغل التلفزيون، اشغل بقى قرآن كريم او اشغل عليه اي حاجه، مثلا حاجه عايزين بنتفرج عليها، اي حاجه في الاوضه. يعني بجد موضوع ان الاوضه بقى فيها شاشه تلفزيون دي حاجه احلى من اول مليون مره.
والموضوع كان سهل وبسيط. يعني انت لو عندك كمبيوتر تقدري ان انت تجيبي مهندس اللي هم بتوع اللي بيركبوا الريسيفرات والدش والكلام ده، وبيحول لك شاشة الكمبيوتر دي من شاشة كمبيوتر لشاشة تلفزيون زي ما شفتوا كده. فبجد الفكرة حلوة جدا جدا جدا، وما حبيت ان انا اقولها لكم. طيب زي ما شفتوا كده دخلت الاول على الاوضه. عايزه اقول لكم ان انا يعني طول النهار كنت بتدلع. عملت الاول كده زي ما شفتوا الغسيل، وبعد كده عملت المواعين وظبطت لهم الاكل. المهم يعني على ما خلصت كده الحاجات اللي انا بعملها بره ورتبت البيت وخلصت كده كل اللي ورايا، وبعد كده دخلت على الاوضه علشان اعملها. كنا دخلنا على بالليل. ف يعني عشان ما تستغربوش يعني ان انا في بدايه الفيديو كنت النهار ودلوقتي التصوير بقى بالليل كده من الشباك. فما تستغربوش ان انا يعني ايه بشتغل زي ما قلت لكم كده على مهلي. ما بضغطش على نفسي، لان انا صراحه الضغط على نفسي ده، او لما بضغط على نفسي بيبقى عندي توتر عصبي، وانا بصراحه بكره جدا الحاله دي. فبدات كده ان انا يعني مؤخرا اشتغل كده كل حاجه ببقى عايزه اعملها بعملها بهدوء كده، محدش بيجري ورانا ولا حد بيستعجلنا، فنشتغل كده شغلنا بهدوء. ولعلمكم لما نعمل الحاجه بهدوء كده وبتأني احسن مليون مره لما نعملها كده واحنا عندنا ضغط عصبي او احنا مستربعين، فالحياه بتبقى ألذ بكتير جدا. المهم دخلت كده على الاوضه زي ما شفتوا، وبدات كده بالشباك. عملت الشباك كله كده والشبكه بتاعت الشباك بالفرشه، ونزلت كل التراب اللي كان موجود عليها. نفضت كمان الستاره، بعد كده السجاد علشان هشيله من على الارض. نضفته الاول كده بالمكنسه. انا صراحه يعني ما بقدرش ان انا اشيل السجاده وانفضها على السلم. اصلا الحركه دي بصراحه ما بحبهاش، والسلم هنا معظم الوقت برضو بيكون نظيف، فحركه مش لطيفه يعني. فعملتها كده زي ما شفتوا الاول بالمكنسه، وبعد كده لميت السجاد وشلته خالص. وبعد كده بدات ان انا انفض السراير، وشلت بقى الملايات القديمه اللي كانت موجوده. وبعد ما نفضت السراير تنفيضه كده محترمه، دخلت بقى كده على المكتبه. عملتها الاول بالريش، شلت طبعا كل الالعاب اللي كانت فيها وكل الحاجات اللي كانت فيها. انا هنا مش جايبه لمحمد العاب كتير ابدا، كان عنده العاب كتير في الشقه القديمه، لكن ما كانش اصلا بيلعب بيها. يعني محمد عندي اهتماماته كلها بالالعاب اللي في الموبايل والتكنولوجيا والكلام ده، فانا مش حابه هنا بصراحه اكركب الدنيا ابدا بالالعاب. والكام عربيه دول كان باباه لما كان في السعوديه كان جايبهم له، فحطهم بس كده مؤقتا لحد بقى ما نرجع للمدارس تاني، وارجع بعد كده احط الكتب اللي كانت موجوده. نجيب بقى الكتب بتاعه المدرسه والكتب الخارجيه والليله بقى اللي انتوا عارفينها دي، وارص بقى الكتب بتاعتهم كده زي ما كان الوضع في السابق. المهم يعني عملت كده المكتبه بالريشه، وبعد كده دخلت هنا على ترابيزه الكمبيوتر. طبعا انا الاول هعمل كده الاول انزل الاتربه كلها من على الاسطح زي ما عملت كده في الشباك. نزلت كده التراب اللي عليه، وبعد كده نزلت التراب كله اللي كان في المكتبه، وكمان عملت ترابيزه الكمبيوتر. وانا بفرش الاوضه ان شاء الله يعني معاكم كده هبتدي ان انا اعملهم كده بالفوطه المبلوله. انضفهم كده كويس بالفوطه المبلوله واديهم كده لمعه محترمه، ولمع كده الخشب ده كده لمعه محترمه. هنا كده بوريكم شكل الاوضه بعد ما فضيتها بقى كده خالص، وبقت جاهزه ان هي بقى تتكنس وتتمسح بقى، ونبتدي بقى كده ان احنا نمسح ونفرش ان شاء الله كده مع بعض. طيب عايزه اجاوب على السؤال المتكرر اللي دايما بيجيلي، علشان اللي داخل عندي القناه جديده وهيشوف طبعا الغرفه ما فيهاش دولاب، هيسالني هيقول لي يا نوره فين الدولاب بتاع الاطفال؟ انا عندي الدولاب بتاع ولادي، الدولاب القديم بس لسه في الشقه القديمه. كل ما اقول هجيبه وادهنه واحطه في الاوضه، هو لونه حاليا بني، بس انا حابه ان انا اعمله باللون الابيض زي بقيه الاخشاب اللي موجوده في الشقه. بس ما بتوفقش ابدا ان انا اروح واجيبه، يا اما احمد مش فاضي يا اما انا ما بكونش فاضيه، يعني مش متوفقين ابدا ان احنا نروح نجيبه. فانا في اصلا موجوده عندي دولاب، فحرام لما اشتري دولاب جديد للاوضه. دي حاجه. الحاجه التانية هدومهم دلوقتي بحطها فين؟ هدومهم بحطها في الدريسنج جوه
الدريسنج كبير جدا جدا، واحنا هدومنا يعني احنا 4 بس اصلا يعني، فالدريسنج واخد كل هدومنا بأريحية يعني. فانا عشان كده مش مستعجلة قوي او مستربعة ان انا اجيب الدولاب. وقت ان شاء الله كده اما نفضى هنروح نجيبه وندهنه ونحطه كده ان شاء الله في الاوضه بتاعتهم. لكن يعني انا ما عنديش ابدا اي ازمه ان الدولاب بتاعهم حاليا مش موجود في الاوضه، لكن هو بس الشكل العام تحسوا كده ان هو ناقص حاجه، يعني في حاجه كده ناقصه، والحاجه الناقصه دي هي الدولاب. ان شاء الله كده يعني اول لما احس ان الفرصه موجوده ان احنا نروح نجيبه، لان احنا اصلا ساكنين بعيد عن الشقه القديمه، والموضوع طبعا محتاج زي ما انتوا عارفين عربيه تنقل وحاجات حد يطلع وشغلانه كده. فيعني الله المستعان كده، ادعولي ونخلص كده من موضوع الدولاب ده قريب باذن الله. طيب تعالوا بقى كده ندخل على مرحلة بقى الرغاوي والصابون والمية والدلع بقى اللي انا بحبه وانتوا بتعشقوه ده. جبت كده الموب بتاعي زي ما انتم شايفين، وحطيت فيه كده شوية مية محترمين على شوية من البريكس اللي هو متعدد الاستخدامات. لكن حطيت شوية كلور قليل جدا جدا، لان الكلور بيرغي يعني كمية رغوة كبيرة، وانا صراحة مش حابة ان انا يعني اعمل رغوة قوية قوي في الارض، علشان زي ما انتم شايفين كده السراير تحتيها في الهدوم الشتوي، وانا مش حابة ان انا اغرق قوي يعني في المكان ده. لكن في الجزء الفاضي هغرق بقى كده فيه براحتي، ونشتغل بقى كده يعني شغل عالي كده براحتنا. المهم زي ما انتم شايفين كده صبنت الشباك، ما حبيتش ان انا امسحه بالجلاس، حبيت كده ان انا اصبنه كده زي ما انتم شايفين عشان يزهزه كده وينور. عايزه اقول لكم ان انا بقالي فتره طويله جدا ما عملتش تنظيفات عميقه هنا في الاوضه. كل ما اجي اعمل تنظيفات عميقه اقول استنى لما اصور معاكم، وبعدين زي ما قلت لكم كده من ساعه ما عملنا حوار ان احنا حولنا الكمبيوتر تلفزيون، وانا ولادي على طول قاعدين في الاوضه مش حابين ابدا ان هم يخرجوا منها. فانا كنت متعطله جدا ان انا اعمل تنظيف عميق في الاوضه دي، لكن الاوضه دي كانت محتاجه حرفيا ان هي يتعمل لها تنظيفات عميقه كده زي ما انتم شايفين. والحمد لله رب العالمين ان انا يعني بدات كده تنظيفات في الشقه. انتوا عارفين ان موضوع السفره ده كان معطلني جامد، لكن لما جت حسيت كده بحماس وحسيت بتجديد وتجديد نفسيه ونشاط، وحبيت كده ان انا ابدا معاكم كده تنظيفات عميقه في البيت كله. طبعا وانا شغاله ما بين السريرين كنت حريصه جدا 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 ان انا ما اخليش ابدا اي ميه تدخل مني ناحيه السراير، لان السراير اصلا نفسها متنه كده كده من الجناب زي ما انتم شايفين. وكمان في زي ما قلت لكم كده الهدوم الشتوي بتاعتنا كلها تحت السراير، فيعني هتبقى كارثه لو انا غرقت قوي ما بين السراير. فانا يعني كنت حريصه ما تقلقوش، عشان انا عارفه ان في ناس ممكن تكتب لي يا نورا انت عماله تغرقي ميه والسراير وبتاع والهدوم، فما تقلقوش انا كنت شغاله بحرص. ما مسحتش الاوضه مسحه عاديه. ليه؟ انا كنت محتاجه ان انا اعمل فيها كده، ان انا ادعك كده السيراميك بالمقشه واحس كده براحه نفسيه. يمكن لو تلاحظوا ان انا اصلا كنست الارضيات، بس برضو كان فيها لسه تراب ناعم كده من اللي بيكون لازق في السيراميك، ما بيطلعش كده بسهوله. فبصراحه يعني لما بدعك كده السيراميك بالمقشه الوضع بيختلف في النفسيه وفي المنظر وفي الشكل وفي كل حاجه. يعني تشجعي بقى كده من الفيديو، خدي كده جرعه حماس وجرعه نشاط، وقومي كده بقى يعني انجزي بقى كده وخلصي كل اللي وراكي. هو اصلا كده كده يعني ان احنا محتاجين نعمل كده مسحه محترمه ان شاء الله واحنا داخلين على المدارس. احنا خلاص يعني المدارس فاضل لها حاجات بسيطه، حاسه كده ان الاجازه دي جريت 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 حرفيا يعني جريت. فخدي بقى كده جرعه نشاط زي ما قلت لك، وحاولي بقى كده ان انت تنجزي قبل المدارس بشويه، علشان هننشغل برضو بعد كده في الدروس وفي الكتب والمشتريات المستلزمات بتاعه المدرسه والليله اللي انتوا عارفينها الجميله دي. فيعني كده الله المستعان، ربنا يعيني ويعينكم ويعين كل اللي بيشوفنا. اللهم امين يا رب العالمين.
طبعا انا هنا برضو اللي مسهل عليا ان انا بدلق ميه كده بحريه وبجرها. الحمام اللي في الطرق ده قريب قوي من غرفه الاطفال، ف يعني سهل عليا كده ان انا اجر كده بالمساحه الميه كلها اللي كانت فيها رغيبه دي على الحمام على طول. وباركولي جبت مساحه جديده خدتوا بالكم ولا مخدتوش بالكم؟ المساحه الخضراء اللي كانت موجوده عندي اتكسرت، فجبت البيضه دي بصراحه ممتازه، يعني بتجر الميه كده وممتازه كده زي ما انتم شايفين. خلت السيراميك مفهوش اي رغاوه خالص. عايزه كده اتكلم معاكم بالمناسبه كده وانا شغاله كده معاكم في الفيديو. عايزه اقول لكم ان انا حاليا بشتغل في بيع وشراء القنوات، فاللي حابه تبيع قناتها، يعني القناه بتاعتها حاسه ان هي ماتت ما فيهاش مشاهدات قويه قوي، خلاص ملت منها، تكلمني. انا رقمي موجود في لمحه، وهسيب لكم كمان الرقم للتواصل في اول تعليق مثبت. فاللي حابب يبيع قناته يتواصل معايا، ده رقم الواتساب، يبعت لي على رقم الواتساب، وان شاء الله كده باذن الله كده تبيع بسعر كويس، وباذن الله يكون خير. وكمان الرقم اللي انا بسيبه ده هو نفس الرقم اللي انا بعمل منه الدعم على المنتدى. اي حد برضو حابب ان هو يعمل دعم على المنتدى يكلمني على نفس الرقم، هسيبه لكم في لمحه، هو اصلا موجود في لمحه، وهسيبه لكم كمان في اول تعليق مثبت تحت الفيديو على طول. يمكن محمد ابني لما جينا هنا الشقه ما كانش زي ما قلت كده عنده العاب خالص، وبابا لما جاب له الثلاث عربيات دول، عايزه اقول لكم ان هما من ساعتها محطوطين برضو كده كديكور. يعني محمد اللي هيسال على سنه هو صغير، هو رايح 6 ابتدائي، فالمفروض في السن ده يكون بيحب برضو الالعاب بس هو ملوش في الجو ده خالص. هو اكتر حاجه بتشغل باله وبتبقى يعني شاغله كل تفكيره ان هو يقعد يلعب على الموبايل. وعايزه اقول لكم ان الموضوع ده يعني مضايقني جدا، يعني باخد منه التليفون يعني في اليوم مثلا حاجات بسيطه قوي، بحس ان هو قاعد متعكنن وشايل الهم كده فنفسي المدارس ترجع، لان احنا عندنا قواعد وقوانين ايام المدارس بنأثر فيها حوار التليفون ده خالص. يعني ف برضو ما بكونش عايز ازعله، لان احنا في اجازه برضو وبيبقى زهقان وما بننزلش كتير، لان انا اصلا بطبعي بيتوتيه جدا جدا جدا، فما بنزلش كتير. وسيف طبعا كبير بينزل زي ما هو عايز، لكن محمد بصراحه انا بخاف قوي 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 عليه، فمرتبط نزوله دايما بنزولي ان هو يكون معايا، فانا نزولي قليل جدا. فيعني بفكر كده اشترك له في السباحه مع سيلا بنت ساره اختي، بس هو مش حابب الميه، فممكن كده نشوف يعني اي رياضه تانية كده نشترك له فيها. يعني الله المستعان، حابه كده ان انا اجدد من النفسيه بتاعته شويه، لكن برضو زي ما قلت لكم ان احنا كده خلاص يعني فاضل حاجات بسيطه وندخل على المدارس، فبصراحه مش عارفه يعني. المهم زي ما شفتوا بقى كده، بعد ما نظفت المكتبه كده ورصيت كل الحاجات اللي فيها ولمعتها برضو كده، لمعت ترابيزه الكمبيوتر ورجعتها تاني في مكانها، دخلت بقى كده على السرير، جبت الملايتين الامارات دول وبدأت كده افرش معاكم في السرير. عايزة اعتذر لكم يعني اعتذار كده من قلبي ان انا مقصرة جدا جدا معاكم في ان انا ارد على التعليقات، لكن انا بقرا يا جماعة كل التعليقات، وانا الكلام ده قلته كتير. يعني بجد بشكركم من كل قلبي على كلامكم الجميل وعلى اقتراحاتكم اللي انتوا دايما بتقترحوها عليا. يمكن ما ردتش على التعليقات بتاع الفيديو بتاع الريسبشن اللي فات، كنت عامله فيه كده تنظيفات عميقه. اللي لسه ما شافش الفيديو يروح ويشوفه، الفيديو تحفه يا جماعه. كمان الفيديو اللي قبليه على طول رديت كده على جزء من التعليقات، وفي يعني شويه تعليقات برضو تانية لسه كتير ما ردتش عليها، فبالله عليكم اعذروني وسامحوني. لكن انا بقرا التعليقات كلها وبشكركم من كل قلبي على كل الاقتراحات اللي انتوا قلتولي عليها. بالنسبه للناس اللي قالت لي يا نور رجعي الركنه كامله على بعض، عايزه اقول لكم ان انا يعني كنت عاملاها اصلا كده على بعض، بس هي تحسوا كده ان هي كاتمه الريسبشن، يعني حاجزه كده في الريسبشن. فانا ان شاء الله كده ممكن بس فتره نقعد كده شويه على الوضع اللي هي موجوده عليه، وبعد كده ابقى اغير برضو النظام ان شاء الله معاكم. يعني حبه كده وحبه كده، بما اننا لسه فرشين الريسبشن فنصبر كده عليه شويه، وبعد كده نبقى نغير تاني باذن الله.
وخلاص كده، خلاص خلصنا الاوضه ورشينا بقى كده شويه كده الزيوت العطريه الجمال بتوعنا. كلموني بقى كده عن الراحه النفسيه والجمال والحلاوه اللي في الاوضه. يعني على قد كده ما الواحد ما بيتعب في التنظيفات دي، لكن لما بيخلص بيحس قد ايه براحه نفسيه، وبيحس كده ان هو يعني نسي كل التعب اللي كان فيه. بعد كده ما بخلص الاوضه وبفرشها اي مكان في الشقه. بصراحه كل ما يعني بكون شغاله في اي مكان بحس الاول طبعا بتعب ويعني ضغط كده شويه، لكن اول لما بخلص الاوضه بوصل كده معاكم للمرحله دي بحس كده براحه نفسيه وهدوء ونظافه وجمال. فيعني ربنا يا رب يديم علينا النعمه اللي احنا فيها، نعمه الصحه ونعمه العافيه يا رب، ويحقق كده ليكم وللناس كلها كل اللي بيتمنوه. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، وتكونوا كده خدتوا منه جرعه نشاط وجرعه كده طاقه ايجابيه ان شاء الله باذن الله. باذن الله انا مش هقول بقى، مش هتاخر عليكم في الفيديوهات، علشان انا كل ما بقول كده بتاخر، فخلوها كده على الله. وان شاء الله ان شاء الله يعني نكمل كده مع بعض سلسله التنظيفات العميقه دي لحد ما نخلص كده كل الحاجات اللي في البيت. لسه في حاجات تانية كتير جدا محتاجه ان انا اعملها معاكم. محتاجين نعمل لسه غرفه النوم والمطبخ والحمامات، وفي كده عندي شويه كده البديل السجاد كده محتاجه ان انا اغسله معاكم. فيعني كده الله المستعان، ربنا يا رب يعيني ويعينكم ويوفقكم جميعا للخير يا رب. بحبكم جدا جدا في الله. الفيديو كده بتاع النهارده خلص، هستنى تعليقاتكم، وكمان ما تنسوش تحطوا لي اللايكات، واشوفكم على خير في فيديو جديد ومع الف سلامه.